700 مليار شيكل ميزانية إسرائيل لسنة 2026. حرفياً انكسر رقم قياسي جديد ما كانش في زيه من قبل. كل تركيز الميزانية على الأمن من جهة والسياسي والمصالح من جهة ثانية جايتكم بالدراما. القصة بتبلش بأنه ميزانية الأمن زاد عليها 28 مليار شيكل، في احتياطي طوارئ كم مليار زيادة إذا ما كفوش، وبالمقابل كالعادة قلصوا بحوالي 1.7 مليار من ميزانيات اللي بتخدم الناس زي الصحة، التعليم وخدمات أساسية. ويا ريت القصة بتنتهي هون، في كمان 6 مليار شيكل إذا مش أكتر مسوغرات ملفلفات راحوا للائتلاف ومصالحه ومشاغله، من ضمنهن 790 مليون شيكل للمتدينين اليهود اللي توفى عليهن على الهسة ومن تحت لتحت، أو بكلمات ثانية طرق التفافية بدون ما حدا يحس وبآخر لحظة قبل ما يوافقوا بكنيست على ميزانية الدولة. يعني باختصار الفايب بيحكي العز للرز والبرغل شلق حاله. طبعا ما حداش يشتق حاله، غير انه مهم انوه انه المصاري هدول حاليا مجمدات بسبب عضو الكنيست نعمة لزينة. מילא תגידו, לא חילפו פה כסף כמו מים זורמים לקומבינות שלהם. בלי בושה, אפילו בליל התקציב, ככה, 800 מיליון ש"ח. بجميع الأحوال القصة ما انتهتش هون. تصرفات الحكومة من ناحية بتقول فيش معنى مصاري، بس بنفس الوقت في مليارات الشواقل عم تسبح وبتروح لجهات مختلفة، والأهم المستقبل. احتمال كبير يصير في عجز اقتصادي والديون كمان رح تزيد، ووضع التعليم والصحة مش معروف. فالله يرضى عليك تلي قرشك الأبيض شكله أجواءته. وإذا بدكم نصيحة لوجه الله بلا لكجل هذا الشهر، وطلبية الشيئين كمان أجلوها، ما هو هيك على القنين أو مع السمكات عم ينعمل فين أنبوكسينج.